هلو جايز، عاملين ايه؟ النهاردة تالت يوم في خطة الإنقاذ، وإن شاء الله يا جماعة تكونوا بتستفادوا منها. والنهاردة هنذاكر مع بعض إنجليزي، وإن شاء الله يا جماعة الفيديوهات اللي فاتت تكون عجبتكم، واللي بسمعهمش او مش عارف احنا بنتكلم عن ايه. احنا بنتكلم عن خطة الانقاذ اللي ان شاء الله هتفيدكم جدا، وان شاء الله لو جابت فعاليات كتير هعمل لكم منها بارت 2. يا رب تكون بتعجبكم وكمان بتفيدكم. وان شاء الله النهارده يا جماعه هنذاكر مع بعض انجليزي، وهقول لكم كمان شويه تبس هتفيدكم جدا. وطبعا قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. عايزه اقول لكم يا جماعه انه شكرا على الناس اللي بتشجعني بجد، شكرا جدا. وان شاء الله النهارده هقول لكم على 6 تيبس كده، 6 نصائح هتفيدكم جدا ان شاء الله، تكون بجد يعني بتفيدكم. ويلا نبدأ يا جماعة. عايزة اقول لكم قبل ما نبدأ ما تنسوش تقولوا لي الفيديو عجبكم ولا لا. ان شاء الله يا جماعة لو عندكم اي افكار قولها لي في الكومنت. وطبعا يا جماعة هسيب لكم كل لينكات قنواتي اللي على من تيك توك، انستجرام، فيسبوك ان شاء الله يا جماعة. وكمان هسيب لكم اللينك بتاع قناتي على الواتساب. ان شاء الله يا جماعة كل ده يفيدكم، وان شاء الله هنزل لكم محتويات بعد كده احلى بكتير. وان شاء الله يا جماعة في الاجازة هيبقى في حاجة تانية خالص، بس دلوقتي عشان الدراسة فانا فما بنزلش كتير يعني وكده. ويا جماعة عايزة اقول لكم انه احنا بجد فاضل مثلا اقل من اسبوع على الامتحانات. وان شاء الله يا جماعة بجد الواحد حاسس ان هو لما في زنقة ما بين الشهرين فاللي هو ايه مزنوق وكده، فاهمني؟ وطبعا لو عندكم اي تراكم يلا نذاكر مع بعض ونشجع مع بعض اكتر واكتر. ويلا بينا علشان ما تاخرش عليكم في اول نصيحة، وهقول لكم على كل واحدة بالترتيب. وانا عارفة يا جماعة انكم زهقتوا قوي من النصيحة اللي انا بديها لكم، بس انا بجد يا جماعة انا ببقى مبسوطة جدا انه انا بعمل الكونتنت ده. ويلا نبدأ. يا جماعة عايزة اقول لكم انه الانجليزي ده بجد انا اكتر من مادة بحبها وما بحسهاش صعبة خالص. يعني انا بحس ان هي ممتعة كده، يعني هو الواحد بيحب ان هو يتكلم بيها او كده، بعيدا عن اللي هو ايه. هي بجد انا بحبها اصلا خالص، وممكن تكون اكتر مادة بحبها من في كل المواد. علشان كده انا اصلا كنت مبسوطة وانا بعمل الفيديو، علشان ده اكتر فيديو انا كنت متحمسه له، لانه هو بجد انا بحب قوي قوي الانجليزي. وان كنت بذاكر مع ميس ياسمين، او كنت عايزه اذاكر مع ميس مي مجدي، بس ما لقيتهاش عامله الوحده ال11. فانا ايه سمعت مع ميس ياسمينة، وكمان كان ليها بارت 2 بس انا ما قدرتش اذاكر عشان انا عملته على جزء واحد، يعني ما كملتش، فاهمني؟ فان شاء الله انا ايه هنكمل مع بعض، بس للاسف انا مش هعمل الجزء التاني، فاهمني؟ فانا علشان ايه اكسب وقت وكده. وان شاء الله يا جماعه عايزه اقول لكم لو عندكم مثلا ان انا اقول لكم عايزين عايزين مثلا انا انزل لكم مين المدرسين اللي هسمع معاها في امتحانات الشهر او المراجعات يعني بتاعه الشهر او كده، او بذاكر معاها او كده. قولوا لي برضو في الكومنت لو عندكم اي سؤال برضو فضولي او اي حاجة عامة يا جماعة. انا بجد ببقى مبسوطة لما حد يكتب لي كومنت حلو. وفي ناس كتيرة جدا على فكرة آم، فعلا بتشجعني. انا بحبكم قوي. ويلا بينا يا جماعة. عايزة اقول لكم ازاي نذاكر انجليزي اصلا. تمام. في ناس بتذاكر انجليزي غلط اصلا، انا مش عارفة يعني اللي هو ايه، بتفضل تذاكر ومش عارفه ايه وكده، وفي الاخر تجيب درجه مش حلوه وبتاع وكده. فانا هقول لكم يا جماعه اللي انا بعتمدها واللي هي اصلا صح، فاهمني؟ يعني انتوا لو بحثتوا عنها هتلاقوها هي اللي صح. اول نصيحه معانا يا جماعه، معلش لو انا بتكلم بالراحه او بتكلم بسرعه، انتوا في ايديكم على فكره انكم
تسرع الفيديو او تبطئ الفيديو براحتكم على فكرة. فمحدش يلومني ان انا بتكلم بالراحة او بتكلم بسرعة، فانا على حسب يعني. انا بتكلم ساعات براحتي عادي، وساعات لو ما مثلا، على فكرة انا ببقى مش محضرة اي حاجة للفيديو، فانا ايه، فاللي هو بتكلم براحتي جدا خالص. لا اللي هو ايه، ساعات اللي هو بجمع يعني وكده، فاللي هو ايه، فانا بتكلم براحتي خالص فايه. وعلى فكرة انتوا لازم مثلا تحسنوا الجودة اكتر ويذاكروا معايا يا جماعة. يلا علشان انا عارفة ان احنا اصلا كلنا مزنوقين في الفترة دي، علشان اصلا شهر 5 ده وقتي فيه امتحانات، فاللي هو ايه بجد حاجة صعبة. تمام، وممكن نلحق نفسنا بأي حاجة. ماشي، ويلا نبدأ. وطبعا حسنوا الجودة علشان تتشجعوا اكتر واكتر. انا مش عارفة اصلا اللابتوب كان بيعمل كده ليه. كان بجد بصوا انا مش عارفة اصلا بيعمل ايه كده في الكاميرا. فيلا بينا نبدأ علشان انا حاسة ان انا اصلا اخرت عليكم قوي. والفيديو ده عملته طويل علشان اللي هو اخد راحتي في الكلام، ما زنقش الكلام في بعضه، واللي هو ما تفهموش حاجة والناس بتقولي انت اللي هو فاهمين كده يعني. فايه يلا. اول حاجة يا جماعة الكلمات، الفوكابولاري دي اهم من اي حاجة. الفوكابولاري دي مش هتعرفي تعملي لا جملة ولا كمان جرامر ولا اي حاجة. الفوكابولاري دي اصلا مش هتعرفي تعملها محادثة، مش هتعرفي تعملي اي حاجة في حياتك ولا جرامر ولا اي حاجة في حياتك غير انك تحفظي او تحفظ الفوكابولاري. لان الفوكابولاري دي الكلمات بجد اهم حاجة. هو اصلا الانجليزي هو فوكابولاري، شوية فوكابولاري كده تكون لك جملة شوية كده، فاهميني؟ محادثة، جرامر، اي حاجة. فعايزة اقول لكم يا جماعة يلا، الكلمات اهم حاجة. تمام، احفظوا كلمات كل يوم مثلا 10 ل15 كلمة بس. بجد انت هتتطوري اكتر من اي حاجة. وفي قنوات اللي عايزة يتأسس انجليزي او حاجة اللي هو ايه في تاني اعدادي مثلا، علشان السنة الجاية شهادة وكده. ففي قنوات جدا ارشحها لكم بجد تحفة في الانجليزي، انا بسمعها شخصيا. بتعلم حلو قوي. تمام، لو كل يوم من 10 ل15 انت مش هتتزنقي خالص في الكلمات. تمام، تكتبي كل كلمة في جملة علشان لو عايزة تنمي اكتر مهاراتك اكتر واكتر. وعايزة اقول لكم يا جماعة انه الفوكابولري دي نطق وكتابة و... وقراية وكل حاجة. انت عينيك بتشوف، عينيك بتسمع، آه، ودنك بتسمع، بقك بيتكلم، بس ايديك بتكتب، حواسك كلها بتبقى شغالة. ما بتشوفيش بس، ما بتسمعيش بس كده. هو كل حاجة بيشتغلوا مرة واحدة. تمام، ده بيثبتها في دماغك اكتر. تمام، تاني حاجة القواعد، الجرامر. هتفهمي القاعدة الاول مش هتحفظيها. ليه؟ لان الحفظ ده اصلا حاجة فاشلة جدا، والمنهج الجديد اصلا بيعتمد على الفهم اكتر من الحفظ طبعا. وطبعا في حاجات طبعا هتحفظيها، يعني مثلا في حاجات اكيد هتحفظيها. انت مش كل حاجة هتفهميها بس، لانك انت برضو في حاجات عايزة تحفظ وكمان تتفهم. بس اهم حاجة في كل المواد اصلا وهتفهمي اكتر، فاهمة؟ عشان انت اصلا لو مش فاهمة انت مش هتعرف تحلي حتى لو حافظة. تشوفي مثلا امثله على الجرامر وتحليل تدريبات كتير، لان التدريبات اصلا عامله زي الرياضه. الجرامر دي عامله فكرتها في الحل زي الرياضه، فاهميني؟ والانجليزي يا جماعه زي الرياضه في التدريبات زي ما قلت لكم. القراءه الريدنج، تقراي كل مثلا قطعه صغيره، حاولي تفهمي المعنى العام، ما توقفيش عند كل كلمه صعبه. الرابع حاجة ان الكتابة الرايتنج، اكتبي جملة بسيطة كل يوم او موضوع صغير. مثلا انت عملتي مثلا عايزة تعملي روتين او اي حاجة. تمام، انت ممكن يعني اللي هو ايه تعمليها علشان تنمي مهاراتك اكتر واكتر. وكمان الكتابة، ما هو انا قلتها اصلا. وحتى لو في غلط المهم تتدربي. تمام، الاستماع، الليسننج، اسمع فيديوهات او مش هقولك اغاني علشان الاغاني حرام، او في موسيقى مثلا لا حرام، فما تسمعيش اغاني خالص. تمام، اسمع فيديوهات انجليزي حتى لو مش فاهمة كل حاجة، ممكن في ترجمة عادي. تمام، مع الوقت هتفهمي اكتر. ماشي، 6 بقى التحدث، السبيكينج. دي
اهم حاجه لو انت بتتكلمي كل يوم جملتين او 3 او كده، هتنمي مهاراتك اكتر واكتر واكتر. ماشي. حاولي تتكلمي مع نفسك بالانجليزي او مع اختك او مع اخوك او اي حد، تمام. او مع نفسك، تمام. او تقولي مثلا جمل بصوت عالي، ده بيخلي الحاجة تثبت اكتر. والصوت العالي ده بجد انت مش بتزعقي وخلاص كده، او مش بتتكلمي بصوت عالي وخلاص، لا، انت بتثبتي المعلومة اكتر واكتر، تمام. ده بيخليكي تثقي في نفسك اصلا. واهم نصيحة، اهم نصيحة، بعد كده هسيبكم اصلا مع الفيديو وانتوا تشجعوا اكتر علشان تذاكروا. يلا بقى البارد بقى اللي ما يروحش يذاكر، علشان انا مش ده كله بقولك علشان تقعدي كده تتفرجي عليا وبس. لا، ما قلتلك تشغلي كله، تمام. او تشغل كله، تمام. اهم نصيحة واهم تبس، ذاكري الانجليزي كل يوم حتى لو نص ساعة، افضل من مذاكرة ساعات مرة واحدة. يعني تذاكري الانجليزي نص ساعة في اليوم افضل من انت تذاكري 10 ساعات في، يعني مثلا ايه، في يوم واحد من الاسبوع كله. وهي اهم حاجه عايزه اقول لكم يا جماعه، ان كل شويه ترجعوا للكلمات علشان تفتكروها اكتر، او الجرامر او اي حاجه، تمام. ودلوقتي انا هسيبكم مع الفيديو براحتكم، تمام. و عشان تشجعوا يعني وكده، وبعد كده انا هرجع لكم طبعا علشان في الخاتمه انا هختم لكم الفيديو يعني وكده زي كل مره، او زي الفيديو اللي فات. وبس كده، باي. رجعت لكم تاني. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وطبعا دي الختمة اللي انا اصلا كل مرة بقولها، وطول عمري هقولها، والمقدمة برضو طول عمري هقولها وكده علشان محدش يتضايق او حاجة. ولو عندكم اي افكار قولوا لي في الكومنت. وبس كده، باي.